بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يا جماعه، اتمنى الاول بس تكونوا بخير. وتكونوا كويسين كده ان شاء الله يا دكاتره. ان شاء الله احنا هنكمل النهارده مراجعه على المقدمه، على الكلام اللي احنا قلناه سريعا كده، ونشرح بقى ايه الدرس الثاني في الكيمياء العضويه. ان شاء الله هتكون محاضره خفيفه كده ولذيذه وهتحبوها يعني. بص، احنا قلنا احنا لسه دلوقتي في بدايه الكيمياء العضويه. يبقى احنا الاول لسه اصلا في بدايه للايه، بدايه فرع، اللي هو فرع اسمه ايه، اسمه الكيمياء العضويه. ماشي، ده لسه اولنا يعني، لسه بنقول اصلا يا هادي. خلاص طيب. احنا قلنا من المره اللي فاتت يعني ايه مركب عضوي. قلنا كل مركب يحتوي على عنصر الكربون اللي هو السي، يعتبر عضوي عدا الاستثناءات. مين بقى الراجل اللي كان قال كده؟ الراجل اللي قال كده فوهلر. خلاص، بس قال لك عدا شويه الاستثناءات اللي هو استثناها. خلاص. تمام، الاستثناءات ما علينا. ماشي. طيب ايه بقى الاستثناءات؟ كانوا ثلاث حاجات يا جماعه، كانوا ثلاث حاجات: اكاسيد الكربون، يعني اي حاجه فيها اكسيد كربون، زي ايه؟ زي اول اكسيد الكربون سي او، او السي او 2، او املاح الكربونات اللي هي الكربونات والبيكربونات بقى، اللي هي السي او 3 دي كده كربونات وثنائيه، يعني مثلا تكون معاك ان اي 2 سي او 3، او البيكربونات اللي هي اتش سي او 3 تبقى سالب واحد لانها احاديه، بحيث لو مسكت مثلا مع ملح تبقى ان ايه اتش سي او 3. انت المفروض قاعد معاك ورقه وقلم، مفيش حد قاعد بيسمع وخلاص. العضويه يا جماعه عايزه ورقه وقلم تمسكها عشان تتظبط من الاول. يبقى املاح الكربونات، او ممكن كمان املاح، بس يبقى ليه للسيانيد، العيله بتاعت السيانيد يا جماعه، اللي احنا قلنا ان هي مثلا يبقى فيها سي ان، او يبقى فيها اس سي ان اللي هي السايو سيانات، او السيانات اللي هي الايه، اللي هي السي ان او، اللي هي الايه السي ان او يا جماعه. تمام تمام. فاحنا قلنا عدد الاستثناءات دي. فمثلا لو انا جاي اسالك مثال واقول لك مثلا السي اتش 4 ده عضوي ولا لا، يا باشا في سي او اتش عضوي على طول. طب قلت لك مثلا سي اتش مثلا 3 او اتش مثلا، يا باشا في سي او اتش ماليش دعوه، عضوي في ثانيه. قلت لك مثلا ان اتش 4، ان اتش 4 سي ان او، لا بص، ملح، ما هو الملح يبقى شق موجب وشق سالب، ده موجب وده سالب. المركب ده مركب ايوني، جاي من تكوين او كاتايون ال NH4، ال NH4 وشبكه اللي هي الامونيوم، ايون الامونيوم. خلاص، وشابك مع الايه السيانات السي ان او، فده مركب ايوني من شق موجب وشق سالب. لا، يبقى ده عندك ايه، مادة غير عضوية، لان ده ملح من املاح السيانات. طيب في نفس الوقت ممكن اكتب لك كده، اكتب لك سي او واكتب لك ان اتش 2 باي 2، بتشبه على المركب ده. لا، ده مركب تساهمي، جاي ايه، ده اليوريا اصلا. يبقى المركب ده معاك عضوي ولا لا يا دكتور؟ لا، ده مركب ايه، نعتبره مركب عضوي. تمام تمام. انت مالكش دعوه بقى انا اكتب لك اي حاجه، ان شاء الله اكتب لك سي اتش 3 كده اهوت، اس اتش، انت مالكش فيه، انت شايف يا باشا سي و اتش، يبقى على طول ايه المركب ده عضوي معاه. يا باشا اكتب لك سي سي ال 4، كل المركبات دي عضويه ولا لا؟ عضويه. انا بكتب بس امثله كتير يا جماعه، ده عشانك والله، يعني دي اكتر حاجه هتثبت معاك الحاجات. اتفقنا. طيب، كان مين بقى يا دكتورة أول عالم خالص يعتبر بدأ في الكيمياء العضوية وكده بتحضيره لأول مركب عضوي؟ ده كان مين يا دكتور؟ كان فوهلر. كان فوهلر يا دكتور. تمام. طيب الراجل اللي اسمه فوهلر ده كان حضر المركب ازاي يا باشا؟ الراجل ده كان جايب ال NH4Cl، محلول من كلوريد الامونيوم، محلول بيتكتب تحتيه اكوس، ماده غير عضويه، مركب ايوني، جاي من كتاين موجب مع انايون سالب. انا مش عايزك انت فاهم، هتلاقي الحاجات دي انت بتقولها لوحدك. خلاص، شابك معايا، مش عايز بقى اعيد نفس الكلام. ال NH4Cl ماسك معاه سيانات فضه AgCNO. وخد بالك مش شرط يجيب سيانات فضه، يعني مش شرط يجيب المركب ده، ممكن يجيب اي حاجه تانية غيره. طيب هنشبك يا دكتور موجب مع سالب، انت المفروض لوحدك تقول لي النواتج. ال NH4 الموجبه تاخد السي ان او، يبقى يديك برودكت جديد وهو الايه ال NH4، ال NH4 سي ان او، يديك المركب ده، والمركب ده محلول برضك، زائد الايه الاي جي الموجب ياخد السي ال السالب، ويدي لك راسب ابيض من الاي جي سي ال بيدوب في محلول النشادر وبيصير بنفسجي عند تعرضه للضوء. كل الحاجات دي احنا قايلينها المره اللي فاتت، وانت المفروض بتسمعني وعمال تكتب ورايا علشان انا قلتها قبل كده. تمام تمام. قلنا ده ايه، ده راسب. يبقى تاني كده، يبقى ايه، ده راسب ابيض من كلوريد الفضه بيدوب في محلول النشادر. ايه هو محلول النشادر؟ المفروض النشادر
النشادر NH3. محلول يعني هي محطوطه في ميه في H2O، لما دول مسكوا مع بعض كون محلول النشادر اللي هو عباره عن NH4OH. انت كده فاهم بقى دابوا في ايه؟ دابوا في الشيء ده خلاص، يبقى بيدوب في البتاع ده او في النشادر اللي فيها ميه. فهمتني كده؟ تمام. وده ايه؟ ده برضو ايه؟ راسب ايوني على فكره، جاي من ايه؟ من الاي جي الموجب مع الايه؟ السي ال السالب. اتفقنا؟ تمام. وده برضو مركب غير عضوي. لما خد بقى المركب ده، لما خده يعني احنا لما خدناه وهنسخنه دلوقتي، الايه؟ ال NH4 CNO ده، قال لك بقى بالتسخين اللي هي عمليه اسمها اعاده ترتيب للذرات. الخطوه دي اسمها كده اعاده ترتيب للذرات. احنا قلنا الحاجات دي المره اللي فاتت يا جماعه، المفروض تكون انت قاعد اصلا معايا مذاكر كل ده. طيب يدي لك ايه بقى؟ ده بيحصل ترتيب، بتحط لي سي دبل بوند او كده اهو، واحط لك هنا ايه؟ NH2 ايه، وهنا ايه؟ NH2. بص بقى ركز معايا، ركز معايا عشان ديت بتتشرح ايه في مدرسين بيشرحوها غلط. بص يا دكتور، ال NH2 المفروض ان هي ليها كذا اسم، ليها كذا اسم. عندك انت لما تلاقيها كده هتلاقي ايه؟ يقول لك ان هي اسمها امينو جروب، خلاص، مجموعه امين يعني. طيب ولكن هي هنا دي ما اسمهاش امينو، يعني كلمه امينو او اللي هي الايه؟ الامينو جروب. ايه اللي انا بعمله ده؟ ماشي. ان الامينو جروب يا جماعه هنا غلط، ده ما اسموش امينو. ليه يا جماعه؟ عشان ديت ماسكه في سي دبل بوند او، فانت لما تلاقي سي او ماسكه في ان اتش 2 دي كده اكنها مجموعه على بعضها، ما اسمهاش امينو، لا دي اسمها اميد. اسمها ايه؟ اميد. خلاص. مثال عندك يا باشا، هتلاقي عندك مركب كده اهو اسمه اسيتاميد. ايه بقى رمزه؟ سي اتش 3 سي اتش 3 سي دبل بوند او ان اتش 2، والمدرسين عارفين ان ده اسمه اسيتاميد. خلاص، افتح الكتاب عندك هتلاقي ان المركب، ابحث عنه كده هتلاقي ان ده اسمه اسيتاميد. اتسمى اميد، اسيتاميد ليه؟ عشان في السي دبل بوند او مع الان اتش 2. ليه بقى ما قلناش اسيتامين؟ فلا، ده اسمه هنا اميد. ال NH2 الملتصقه في سي دبل بوند او اللي هي اسمها كربونايل جروب، دي كده اسمها كربونايل جروب. لما يشبك معاها NH2 بيبقى اسمها ايه؟ اميد وليس امين. امين دي غلط هنا. خلاص. عارف لو هي مثال مثلا تاني، مثال بص، عارف لو هي كانت مثلا CH3 ماسكه في NH2، المركب ده بالمناسبة اسمه ميثايل امين. ميثايل امين ليه؟ اصل دي اسمها امينو، في الحالة دي امينو. ليه؟ عشان ماسكة في سي اتش 3، مش ماسكة في كربونايل جروب. انما دي لا، ماسكة في كربونايل جروب، يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها اميد. خلاص يا جماعة. خلاص. في كمان ايمايد بس دي مش عندك، خلاص، فدي اسمها اميد. خلاص. المهم ان اليوريا مشتق جاي من الاميد وليس الامينو. خلاص، ادينا قلنا اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن هنا يجيب لك طبعا ايه؟ يقول لك اليوريا دي يا باشا انت كنت واخدها ان هي بتستخدم كسماد عضوي. ممكن يسالك في نسبه النيتروجين اللي جوه اليوريا. بص بقى يا دكتور محترم، اي سؤال يجي لك يسالك في ده انت هنا ممكن يسالك شويه امثله، بس احنا قلنا الاسئله بتاعتها والمثال قلتها برضو في المحاضره اللي قبلها، ممكن تبص عليها. اللي انا ما قلتهاش اللي هي النسبه دي، ممكن يسالك في اي مركب عضوي النسبه النسبة ديت. هو يقول لك يعني مثلا ايه يا دكتور؟ بص، معاك مثلا سي اتش 4، يقول لك هات لي نسبة الكربون اللي في المركب ده. طيب، او مثلا ايه المركب اللي هو اللي معانا اليوريا اللي هو H2N سي دبل بوند مع O NH2. قلنا ان هو ممكن يبقى اسمه يوريا او باولينا لانه جاي بيتكون جوه بول الثدييات، او قلنا ان هو ممكن يبقى اسمه ايه؟ كاربامايد. انت المفروض وشوف حتى اصلا لما انت قلت كاربامايد ليه؟ لان ديت امايد وليست امينو جروب. اتفقنا. طيب. يجي هو يا دكتور ايه؟ يسألك في النسبة، ويقول لك احسب لي نسبة مثلا الكربون في المركب ده. بص، اي سؤال نسبة، شوف انا بقول لك اهو اي حاجة. بص، النسبة معناها الجزء يا دكتور على الكل. انا مش عايزك تبصمج قوانين، انا ما بحبش البصمجة. انا مش ما بحبش اقول قوانين تقعد تحفظ لي فيها لا، اتعلم كونسبت تطبقه على اي حاجة. ده اللي انا عايز اعلمه لك. مش عايز اعلمك احفظك سؤال او اجابه، لا انا عايزك انت فاهم بتفكر، اديك اول الخيط وانت بقى عندك القدرات والتفكير تكمل لوحدك. طيب، سؤال النسبه ده اي سؤال نسبه، اصل هقول لك مثلا، يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم كده يعني. نفترض يعني ان مثلا مجموع الدرجات في اي حاجه ب 100 درجه مثلا، ب 100 درجه. ماشي. اصل بص، انا هقول لك مثلا ايه، لو الماده من 100 مثلا انت لا قدر الله يعني، لا قدر الله، لا قدر ربنا يبعد، الماده مثلا من 100 انت جبت 50، هتقول لي انت كده جبت كام في المية؟ بتقول انت 50، انت بتخطفها كده بتقول ان انت جبت 50%. ده كلام سليم. الحسبه دي اتحسبت ازاي؟ انت قلت الجزء اللي انت جبته على الكل في 100، فانت كده حسبت النسبه اللي انت جبتها في ماده معينه. حلو الكلام.
طيب هنا بقى نفس المثال نفس الكونسيبت، فانا مش عايزك تبصمج لي قوانين، افهم عشان الاسئله بتتغير وبتيجي حسب الفهم. طيب فانت مثلا هنا ايه، انا بقول لك النسبه، يعني ايه نسبه يا دكتور؟ الجزء على الكل. هاجي اسالك في السؤال نسبه ايه، لازم توضح نسبة ايه. مثلا بقول لك هات لي نسبة الكربون اللي في الشيء ده وخلاص، المركب ده ايا يكن. شوف الكربون كتلته كام، هتلاقي مثلا مديك السي بكام، السي ب 12 والاتش بواحد والايه والان بكام، ب 14. اتفقنا. هيقول لك يا باشا الايه الجزء على الكل، الجزء بتاع السي ب 12 على المركب كله بقى، المركب كله اللي هو ايه السي ب 12 زائد 4 اتشات، 4 في 1 ب 4، وتضرب ده في 100. خلاص يطلع معاك بقى رقم، بس ايه يبقى دي نسبته في المية، بس ادينا جبناه. طب مثلا ايه طلب منك النسبة هنا، شوف هو عايز نسبة ايه، مثلا نيتروجين، خلاص عندك كام نيتروجينة؟ 2، يبقى تقول له ان الجزء 2 في كتلة الوحدة 14، كده انا جبت الجزء على الكل. كتلة المركب ده ب60 لو حسبتها، هتضربها في 100 وتشوف ايه الإجابة هتطلع لك كام، ويبقى احنا كده حسبنا نسبة النيتروجين جوه مركب الايه اليوريا. بص تخيل مثلا معايا مركب مثلا وليكن NaCl، وال NaCl ده معاه شوائب، معاه شوائب. عشان الأسئلة على فكرة بتيجي كده في المسائل. طيب فمثلا ايه يقول لك هات لي نسبة الشوائب، طيب عشان تجيب نسبة الشوائب يبقى دي الجزء، فانت محتاج تجيب كتلة الشوائب على كتلة المركب كللاته، ممكن يكون مدولك في المسألة، وتضرب ده ايه في 100، يطلع لك رقم، الرقم اللي يطلع ده نسبة الايه الشوائب. خلاص تمام. طيب وبعد كده يبقى انت عرفت ان فوهلر قسم المادة تبعا للبنية التركيبية. البنية التركيبية ده اللي ايه، ده اللي فوهلر اشتغل عليه. يعني ايه البنية التركيبية؟ يعني يا باشا تشوف العناصر، تشوف التكوين، خلاص تشوف التكوين، تشوف التكوين بتاع الايه العنصر عامل ازاي، وليكن مثلا سيهات واتشات، قلنا اي حاجه فيها سي تبقى مركب عضوي، ما عدا شويه الاستثناءات دي هتعتبر ايه مركبات غير عضويه. اتفقنا. طيب بيرزيليوس ده طبعا ايه كان بقى كلامه في الفاضي خالص، انه بيقول لك ده اي نبات او حيوان يبقى ده بس مركب عضوي. فوهلر طبعا جه هدم له الكلام ده، وهدم النظريه الحيويه ايه بتاعته والايه والكلام ده كله. طيب بعد كده ايه خدت انت مقارنة ما بين المواد العضوية والغير عضوية، بس دي انا مش هتكلم فيها، خلاص دي احنا قلناها المرة اللي فاتت. اللي هي الغليان والانصهار، وايه اللي بيدوب في المية وايه اللي ما بيدوبش والكلام ده كله، واتكلمنا في النماذج الجزيئية والكلام ده كله. طيب انا عايز بس اتكلم في حاجة كده مهمة بس. طيب فاكر لما قلت لك لو انت عندك مثال وليكن C2، بص بقى يا دكتور C2H6O، طيب الصيغة دي ممكن اطبقها عليها كده، اقول لي السي بN برقم 2 اهو، مثلا H2N، يعني اكني ضربت ال N في 2، يعني مثلا 2 في 2 يبقى بكام، ب4 زائد 2 O. شايف الصيغة دي؟ يبقى ده شيء اهو، قانون اهو، انا عارف ان انت لسه مش عارف ايه ده، بس ده قانون اسمه الالكان. مش انا قلت لك ان احنا في العضويه هناخد عائلات، ده عيله منه. يبقى انت لما تلاقي الكان وفي او يبقى ده ايه، حاجه من اتنين هنقولها دلوقتي. طيب يبقى انت لما تلاقي الكان وفي او يبقى ده حاجه من اتنين يا دكتور، يبقى ده ايه، يا كحول يا ايه يا ايثير. خلاص يا ايثير. طيب يعني ايه كحول او ايثير؟ بص انا ايه اللي افهمه لما انت تقول لي كحول، يعني انت عندك او اتش، ده اللي احنا نفهمه، ده معناه كحول، الشيء اللي معاك كحول. افهم ايه لما تقول لي ايه سير او في النص، ده معناه حلو. عايزين نرسم المركب ده C2H6O، هتلاقي ان مفيش رسمه هينفع غير ان انت ترسمها لي كده CH3 ايه CH2OH، مفيش غير دي. خلاص يبقى احنا كده رسمنا الكحول. طب الايثير هو قايل لك C2H6، خلاص هتحط لي ان هو CH3 وهنا ايه CH3. طيب الاتنين دولت قلنا ان هي حاجه اسمها ايزومر او متشابه جزيئي. يعني ايه متشابه جزيئي يا دكتور؟ يعني انت لو جمعت السيهات، اصل انت بتعرف منين، مثلا هديك شويه امثله، هتعرف منين ان هم ايزومر الاول؟ بس مثلا بص لو انا جبت لك المثال ده C3H8O، بص سي ان اهو ب3، اضربها في 2 يبقى 6، زود عليها 2 يبقى 8، يبقى ده اكني بقول CnH2n زائد 2 او، صح؟ الكان او، يبقى ده عنده احتمالين، يا كحول يا ايه، يا كحول يا ايسير. انا عايزك بس تلقط اللقطه دي، الكان او كحول وايسير، اتفقنا؟ عشان لو الكين او هيبقى حاجه تانية. بس ايه واحده واحده، بس ايه نمشي كده سنه سنه، ماشي؟ يبقى انت هتشوف المركب خد صيغه الالكان وفي او، يبقى ده يا كحول يا ايسير، ممكن يترسم كده وممكن يترسم كده، نبدا نغير بعض رسومات بناء على شويه حاجات لسه هتعرفها قدام برضه. اتفقنا؟ وقلنا ازاي تفرق ما بين المركب ده والمركب ده، قلنا تفاعله مع الصوديوم ده هيتفاعل، اما ده ايه، ده مش هيحصل تفاعل. ماشي تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الايزومرات انا هشرحها بعد ما اشرح لك التسميه، يعني انا هعكس، يعني ده يعني يعتبر ده جزء في الدرس الاول انا مأجله بس، خلاص. فالايزومرات انا هفهمها لك بعد ما افهمك التسميه الاول،
ماشي. طيب يعني على اخر المحاضره ان شاء الله هيكون فهمت كل اللي انا عايز اقوله باذن الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب احنا بقى جينا قسمنا الهيدروكربون. احنا قلنا او ممكن نقول تقسيمة المركبات العضوية، احنا هناخد لها كذا تقسيم، بس في الاول او في الاصل يعني العضوية دي ممكن نقسمها حاجتين. حاجة اسمها هيدروكربون. هيدروكربون. بص الاسم اصل، بص يا جدعان، الاسم بيدل على شيء. يعني مثلا لما اجيب لك قلم، انت اصلا ايه اللي خلاك تقول قلم؟ عشان انت من اول ما اتولدت عرفت ان الشيء ده اسمه قلم. فالاسم بيبقى قلم بيكتب، او الكتاب مثلا. يعني قصدي ان انت من الاول الحاجات اللي انت بتعرفها بيكون الاسم، والاسم ليه مدلول. فمثلا ده هيدروكربون يعني هيدروجين، كربون يعني سي، فتلاقي مركبات الهيدروكربون فيها سي و اتش. صعبة دي ولا اي حاجة. بعد كده عندك مشتقات. مشتقات يعني اجزاء كده، مشتقات من الهيدرو يا جدعان العضويه مترابطه، اقسم بالله مترابطه وجميله. لما تفهمها هتحس ان هي تافهه قوي. مشتقات من الهيدرو، يعني ايه مشتقات من الهيدرو؟ يعني مثلا سي او اتش واي حاجه تانية بقى، مثلا اي حاجه تانية سي ال، فلور، بروم، يود، اي بص اي شيء، اي حاجه او مثلا اي حاجه، اي حاجه، يبقى ده مشتق من الهيدروجين. مثال، بص اديني في الامثله على طول عشان ده اللي يثبت لك الحوار. طيب مثال، بص يا دكتور، عندك مثلا بقول لك انت تحدد لي هيدروكربون ولا لا. ماشي، انت المفروض لوحدك تقول سي 2 اتش 6، وليكن مثلا ايه، لا سوري، سي 2 اتش 5، عايزين دي 5. سي 2 اللهم صل على سيدنا محمد. سي 2 اتش 5، سي 2 اتش 5 سي ال مثلا، سي ال. ماشي. طيب ومعاك مثلا ايه اللي جاب لك مثلا المركب ده، انت ما يشغلكش، انت بتشوفه خلاص وتقول ده عضو، ده هيدروكربون ولا مشتق من الهيدروكربون. خلاص. ممكن مثلا ارسم لك انا مركب زي ده كده، احط لك هنا ان مثلا بس واسكت. ممكن مثلا ان انا ارسم لك وليكن مثلا ايه سي سي ال 4 مثلا. خلاص، فانت هنقول المشتق هنعمل عليه صح، واللي مش مشتق هنعمل عليه غلط. فده ايه؟ لا ده هيدروكربون. خلاص، او خلينا نكتب ده ايه، ده هيدروكربون، ده هيدروكربون، هيدروكربون. ماشي. لا اله الا الله. يا ابني اكتب ده ايه يا جماعه، ده هيدروكربون، اول واحد ده هيدروكربون. طب ده لا، ده مشتق. ليه؟ انت شفت في حاجه تانية غير السي والاتش. طب ده يا باشا في او مشتق، سهله اهي. خلاص. طب ده مشتق، مالكش دعوه بقى طالما ده مشتق. خلاص، مش هيدروكربون. فهمت لي كده الفرق ما بينهم؟ يبقى انت عرفت الفرق. بس خد بالك وانت بتشوف مثلا في الاختيارات، ممكن المركب يكون مكتوب، يعني مثلا ايه، انت هتشوف ده هتروح تجري تختار ان هو مشتق، ممكن يكون مكتوب غلط. هو انا كاتبه صح بس هو ممكن يكون مكتوب غلط. ازاي مثلا مكتوب غلط؟ ممكن مثلا هو يكون حاطط لك مثلا رابطه هنا، لا لو حط رابطه هنا غلط، الاو كده هو عملها ثلاثيه، لا الاو ثنائيه. فالصح ان انت تشيل الحته دي كده، هتبقى ثنائيه صح. فانت مش اول ما تشوفها تجري تختار، ممكن يكون هو كاتبها في الاختيارات غلط اصلا. تتاكد من الروابط بتاعتك مكتوبه صح. الاو يعني مثلا ايه، تتاكد ازاي من الروابط مكتوبه صح؟ ان انت تبقى عارف مثلا ان السي رباعيه، الاتش احاديه، الان ثلاثيه، الاو ثنائيه. يبقى انت ايه، عارف كل ده ومدرك كل ده وشايف ان المركبات اللي قدامك مكتوبه صح. اتفقنا يا دكتور؟ اتفقنا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده يبقى انت عرفت تقسيمه ان انا ممكن اقسم الهيدروكربون لهيدروكربون ومشتق. عايزين بقى صفحه جديده علشان هناخد ايه، تصنيف المركبات العضويه، وديت كانت اخر حاجه احنا وقفنا عندها في المحاضره اللي فاتت. طيب بص، احنا دلوقتي العضويه متقسمه حاجتين، هي 12 درس. اول 6 بيتكلموا على الهيدروكربون يا جماعه. الهيدروكربون ديت اول 6 دروس، اول 6 دروس. ماشي. اول 6 دروس بيتكلموا على الهيدروكربون، متقسمه جزئين يا جماعه، جزئين كده. جزء اسمه حاجه اسمها اليفاتيه، وجزء اسمه حلق او مركبات اروماتيه. الاليفاتي او الاروماتي دي حاجات بتطبق على المركب، بنقول ان ده اليفاتيك او اروماتيك. اليفاتي يعني او اروماتي. طيب تقسيمة يعني، خلاص تقسيمة وخلاص. طيب المركبات الأليفاتية لها أمثلة، والمركبات الأروماتية لها أمثلة. تعال نخلص من الأروماتي. بص يا دكتور، الأروماتي ده لازم يكون 6 ذرات كربون، 6 ذرات كربون. خلاص، ده اللي عندك في منهجك، 6 ذرات كربون لازم على الأقل.
على الاقل. خلاص، يعني انت اقل واجب يبقى المركب اللي معاك تعد تلاقيهم 6 اقل شيء. خلاص، ويحتوي على روابط ثنائيه. خلاص، وايه، ويحتوي على روابط باي. ماشي، ولازم كمان يحتوي على روابط باي. يعني ايه رابطه ثنائيه؟ مثال على طول يا باشا، ارسم لك شيء زي ده. طيب نكتبها بالاسود. طيب اكتب لك مثلا ايه، اكتب لك مثلا حاجه زي كده، حاجه زي دي كده. ماشي، حاجه زي ده كده. ده ايه؟ عده. انت ما انت بتعرف اروماتي وكده. عد. اداه واحده، اداه التانية، اداه التالتة. انا بعد سي، النقطه بسي يا جماعه. اداه تلاتة، اداه اربعة، اداه خمسة، اداه ستة. صح، 6 ذرات كربون. ماشي. طيب وفي روابط ثنائيه. فين الروابط الثنائيه يا دكتور؟ اهي رابطه ثنائيه اهي، ورابطه ثنائيه اهي، ورابطه ثنائيه اهي. يبقى ده ايه؟ ده مركب اروماتي فعلا. طيب حلو قوي، حلو قوي. طيب تعرف تقول لي صيغته عامله ازاي؟ يعني ايه صيغته؟ يعني كام سي وكام اتش؟ تعالى نعد. بص، النقطة ده اهي بسي، ادي واحدة، تانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. يبقى انا ينفع اقول سي 6. اتش كام بقى؟ تعالى نعد سوا. كل سي لازم يبقى حواليها 4. السي دي حواليها كام؟ ادي رابطة، ادي التانية اهي، ادي التالتة حواليها 3، يبقى ناقصها اتشاي. يبقى ده واحدة، دي هتلاقيها زي اتشاي. التانية، التالتة، الرابعة. انا عديت حاجة غلط على فكرة. ده واحد، اتنين، تلاتة، ده اربعة، ده خمسة، ستة. 6 اتش، يبقى سي 6 اتش 6. ده المركب اللي قدام. صعب ده؟ طيب لما تلاقي بقى مركب زي ده هيكون اسمه ايه؟ ده بنزين. في درس هتاخده اسمه البنزين. ماشي. يبقى انت اول ما تشوف الحلقة دي هرسم لك حلقة. اللهم صل على سيدنا محمد. هرسم، سوري، الحلقة المعوقة دي. هرسم لك مثلا ايه، حلقة كده كده مثلا. اول ما ارسمها لك كده، ده اسمه ايه يا جماعه؟ بنزين. رمزه على طول سي 6 اتش ايه، ها، اتش 6. جدع. يبقى ده رمزه على طول معاك سي 6 اتش ايه، اتش 6 على طول. تمام، اتفقنا. طيب المركب ده عايزين نعرف ده اروماتي ولا مش اروماتي. ارسمه لك اهو. طيب ممكن مثلا ارسم لك مركب عامل زي ده كده. ماشي. نجيب الحلقه. طيب الاول، هل ده اقل حاجه 6 ذرات كربون؟ تعال نعد. قلنا كل كورنر بايه؟ بكربون. ادا واحده، ادا التانية، ادا التالتة، ادا الرابعه، ادا الخامسه، 6، 7، 8، 9، 10. يبقى ده سي كام يا دكتور؟ ها شاطر، يبقى سي 10. يبقى احنا واقفين على عدد الاتشات. انا عايزك انت توقف الفيديو وتحاول تعد الاتشات، بس اتاكد ان السي حواليها 4 روابط. ماشي، وقف الفيديو وحلها. بص بقى يا دكتور، ادا لو عديت مثلا من اول هنا، ادي هنا واحده. ليه؟ السي حواليها ده واحده، التانية، التالتة، يبقى دي الرابعه. يبقى كده في اتشاي اهو. يبقى كده اتشاي، ادا التانية، ادا التالتة، ادا الرابعه. انا كده عديت 4 اتشاي. لو انت قلت ان هنا في اتش، غلط. هنا مفيش اتش. ليه يا دكتور؟ بص السي رباعيه اصلا. واحد، اتنين، تلاتة، 4 روابط اهي. فهنا في الحته دي مفيش اتش. طيب في الكورنر اللي هو ده، لا ده ما فيهوش اتشات يا دكتور. يبقى احنا لحد كده عدينا 4 اتشات بس، اللي هو واحدة، التانية، التالتة، الرابعة. حلو. هتلاقي هنا واحدة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. هتلاقي اتش 8. طب هتيجي تقول لي هنا يا حبيب قلبي كده هتبقى خماسية، فما فيش هنا، ما فيش هنا ربط. غلط، ما فيش هنا حاجة. ماشي. لان السي دي محاطة بواحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. فكده ايه حواليها الاربع، يبقى ده سي 10 اتش 8. طيب هديك مركب وانت اعمله لوحدك. طيب انا عايزك توقف الفيديو لما ارسم المركب ده وانت تقول لي كام سي وكام اتش. خلاص. ده ايه؟ هنعمل حلقة بنزين، وجنبها حلقة بنزين كمان، وجنبها حلقة بنزين كمان. 3. ربط، 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 ربطة، ربطة، ربط. الأول أقل ذرات يعني على الأقل خالص 6 ذرات كربون. أيوه الشرط ده نطبق معاه. في رابط باي يعني غير مشبع. ما هو روابط باي يعني غير مشبع. مشبع يعني مليان. لا هو كده إيه؟ غير مشبع يعني في روابط باي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نعد السيهات ونعد الاتشات. أدا واحدة سي، أدا التانية، أدا التالتة، وهنا في 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. يبقى سي كام؟ سي 14. عايز بقى حد محترم يوقف
الفيديو ويقول لي كام اتش صح. يعني انا عايزك بس مطلوب منك تقول لي انت عندك كام اتش. احنا قلنا سي كام كده؟ سي 14. قلنا 14 ولا ايه؟ قلنا اعتقد 14. ما هي 6 وهنا ايه 6 12 14 ماشي. طيب كام اتش بقى يا دكتور؟ كام اتش؟ تعالى نعد واحده واحده. ده 1 2 3 4. لا ده في ده زاويه في النص حيطه كده، لا مش عندي، يبقى 4 بس. في الحته اللي هنا دي 4 بس. ده 5 6. طب ده الحيطه دي ما فيهاش برضه. يبقى احنا كده لحد دلوقتي قلنا 6 7 8 9 10. يبقى سي 14 اتش ايه اتش 10. حلو حلو. المركب ده بقى اسمه ايه؟ اسمه انثراسين. اسمه انثراسين. انثراسين. خلاص، لما تلاقي 3 حلقات بنزين جنب بعض يبقى ده اسمه ايه؟ انثراسين. طيب المركب اللي فوق ده بقى، ده اهو اللي هو حلقتين بنزين جنب بعض، اسمه نفثالين. خلاص، نفثالين. طيب يبقى ايه؟ يبقى انت عرفت الانثراسين وايه والنفثالين اللي هو ده. ماشي تمام يا دكتور. ده بالنسبة للأرومات. يبقى احنا واقفين على الألفاتي وتصنيف المركبات الألفاتية. طيب الله المستعان. طيب تصنيف المركبات الألفاتية. أنا همسح دول بقى. ماشي. طيب طيب الله المستعان. عايزين بقى ايه؟ نشتغل على الألفاتي شوية. بص يا دكتور، الألفاتي انت الأول دلوقتي عرفت يعني ايه مشبع ويعني ايه غير مشبع. مشبع يعني مفيهوش رابط باء. طب قال لك غير مشبع يبقى فيه روابط باء. يبقى انت اتفقت معايا على الجزئية دي دلوقتي. تمام تمام. طيب الألفاتي في منه نوعين. يعني الألفاتي ده هنلاقي منه يا دكتور نوعين اتنين. نوعين اتنين. هتلاقي منه مفتوح السلسلة. مفتوح السلسلة. وهتلاقي منه حلقي. مثال مثلا يا باشا هعمل لك كده حلقة، هعمل لك كده حلقة، طب هعمل لك كده، وهنا في سي اتش 3 حلقة متفرعة. المهم ان هي حلقة. طب ده الفاتي ولا اروماتي؟ الفاتي. ليه؟ ما فيهوش رابط باي. وبعدين ده لا دول 5 ذرات كربون. خلاص، ده هنا واحدة التانية التالتة الرابعة ودي الايه الخامسة. اتفقنا. فده يعتبر الفاتي مش اروماتي. ماشي تمام. طيب مفتوح السلسلة بقى يا دكتور. يبقى انت عرفت ان انا عندي في الالفاتي جزئين، في مفتوح السلسله وفي منه حلقي. مفتوح السلسله ده في منه بطيخه هشقها 2 كمان. طب ايه بقى في مفتوح السلسله؟ في منه حاجتين، في منه مشبع في منه غير مشبع. طب يعني ايه مشبع؟ يعني كله روابط سيجما. يعني كله روابط سيجما. طب يعني ايه غير مشبع؟ يعني في روابط باي وفي روابط سيجما. اتفقنا. ده ما هو بص من الاخر، غير مشبع دي يعني في باي. يعني عارف انت زي ايه؟ عارف لما تبقى مثلا كوبايه ميه مليانه مثلا على الاخر، دي كده مشبعه. فدي كده لما يبقى البتاع فيه رابط سجن. خلاص. او مثلا ايه كرسي وانت قاعد عليه ما فيش مكان حد تاني يقعد، فده مشبع مليان، انت مليه. الكوبايه كده مليانه مشبعه. طب غير مشبعه لا فيها رابط بقى. يعني ايه فيها رابط بقى؟ يعني فيها جزء فاضي، يعني ينفع تضيف فيه. طب المشبع سجن هل ينفع اضيف فيه؟ لا ما ينفع. فتلاقي ان ده بيتفاعل بحاجه اسمها استبدال، يعني ببدل. ليه؟ ما هي مليانه مش هعرف اضيف فببدل. طب الغير مشبعه فيها رابطه باي. يعني ايه رابطه باي؟ يعني اكن انا اقدر اضيف، ما هو غير مشبع. فهمت قصدي في الحته دي؟ عايز افهمك الكونسبت بس عشان لما نيجي نخش في الجوه في التفاعلات العضويه تبقى اسهل ليه. ماشي. وما تبقاش برضك حافظ البتاع وخلاص. لا. مشبع يعني انا اللي انا افهمه منك لما تقول لي مشبع، افهم ان انت بتقول لي ان انت عندك المركب كله روابط سيجما. افهم ايه لما تقول لي ان المركب غير مشبع؟ ان المركب اللي عندك فيه سيجما وباي، يعني بيتفاعل بالاضافه. ينفع نضيف. طب مشبع لا ما ينفعش اضيف، ينفع ابدل. خلاص. طيب مشبع مثال عليها عيله هناخدها اسمها الكان. فاكر القانون بتاع الالكان؟ انا قلته في الاول. قلت لك قانون الالكان في الاول اللي هو اسمه ايه؟ سي ان اتش 2 ان زائد 2. يعني انت اي حاجه هتلاقي ينفع تطبق عليها القانون ده يعني هو الكان. طب سؤال، الكان ده يا دكتور مشبع ولا مش مشبع؟ لا تقول لي ايه ان هو مشبع. يعني ايه مشبع يا دكتور؟ يعني انا ممكن اسالك سؤال، طب ده بيتفاعل اضافه ولا استبدال؟ تقول لي لا ده بيتفاعل استبدال لانه مشبع. اصل هضيف ازاي؟ ما هو مش مشبع، هضيف ازاي؟ مش هعرف اضيف. طيب غير مشبع ده حاجتين اتنين. ممكن يكون الكين. خلاص، عيلة اسمها الكين وعيلة اسمها الكاين. طب حلو قوي. ايه هتعرف منين الالكين والالكاين؟ الالكين في رابطة ثنائية. خلاص.
رابطة، ما دي رابطة تساهمية نوعها ثنائي، بتتكون من رابطة باي ورابطة التانية سيجما. طيب او الكاين، ايه هو الالكاين؟ رابطتين باي ورابطة سيجما. خلاص، يبقى ده هتفرق ما بينهم ازاي؟ يعني لما تشوفه تعرف منين الكين او الكاين. ممكن تفرق بحاجة تانية، لو لقيت طبق العلاقة دي CnH2n يبقى ده الكين. طب لو لقيت ان هو CnH2n بس طرح 2، بص انت في كله بتشوف عدد الكربونات، ان دي عدد الكربون يا جماعة. يعني مثلا لو بقول لك C3 يبقى ده عدد الكربونات في كله بتضربه في 2، وليكن مثلا H6. انا ضربت في 2 سكت يبقى الكي، زودت 2 مثلا يعني دي مثلا بقت 8، دي مثلا بقت ايه؟ بقت 8. خلاص يبقى ده انا ضربت في 2 وزودت 2 يبقى ده الكان. طب مثلا ايه، لقيت ديت بدل ما هي 8 لقيتها انت 4، يبقى لا ده انا ضربت في 2 وطرحت 2 يبقى الكاي. تعال ناخد تطبيق عليه، هكتب وانت قول لي ده الكان ولا الكين ولا الكاي. CH4 هنكتب كذا مثال. CH4 C2H4 C2H2 C3 H6 C3 H8 CL4 CH2 وبعد كده ممكن نقول مثلا CH2 تاني ماسكة جنبيها برضو. نقول مثلا C3، بلاش C3، فهنقول C10 H22، نقول مثلا C14 H30. واحدة 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 واحدة. عايزين نحدد مين الكان مين الكين مين الكاين. رجعت لك الصورة بحيث ان انت يبقى انت شايف القوانين. بص يا دكتور، مثلا ده السي هنا عددها بكام؟ بواحد. الراجل عمل ايه؟ ضرب في 2 يبقى خلاها H2 وزود 2 يبقى ده الكان. ضرب في 2 مزود 2. ده ضرب في 2 وسكت يبقى الكين. انت بتفكر كده، انا عايز اعلمك طريقة التفكير. ده ضرب في 2 وسكت الكين وقتي. طب ده على بعضه C2H4 يبقى ضرب في 2 وسكت يبقى الكين برضو، يبقى ده الكين. طب حلو، غيره C2H2 لا ضرب في 2 وطرح 2 يبقى ده الكاين، من عيلة اسمها الالكاين. يعني ايه؟ يعني ده في تريبل بوند، يعني ده في دبل بوند، يعني لا ده كله سيجما. الالكان ده في دبل بوند، الالكين في دبل بوند. ماشي. طب ده الراجل ده ضرب في 2 ومزود ايه؟ 2 يبقى ده ايه؟ ده الكان. خلاص. طب ده ضرب في 2 ومزود مزود 2 يبقى ده الكام برضو. طب ده ضرب في 2 ومزود 2 يبقى ده الكام برضو. طب ده ضرب في 2 ومزود 2 برضو يبقى ده الكان. مفهوش رابط بعض. صعبة كده؟ يبقى انت عرفت تفرق دلوقتي ما بين الالكان وما بين الالكين والالكاين. بص بقى، قالك مش احنا قلنا ان هنا ممكن في الاليفاتية يكون مفتوح السلسلة وحلقي؟ انا لسه ما قلتلكش الحلقي. بص سؤال، ده المركب ده تعالى نحسبه كده. ده سي، ادي واحدة سي، ادي التانية، ادي التالتة، ادي 4، يعني عندك سي 4. تعرف انت لوحدك تقول لي فيه كام اتش كده السي دي؟ بص لو عملنا زوم كده، لو عملنا زوم السي دي كده او الكورنر ده ماسك في رابطه هنا ورابطه هنا، يبقى رابطتين، يبقى ناقصه اتشتين، كل واحده ناقصها اتشتين، وهم سي 4 يبقى اتش 8. طب يبقى انا كده العلاقه اكني قلت سي ان اتش 2 ان وسكت، ما هيها سي 4 اتش 8. يبقى ده اسمه عيله كده، اسمها ايه؟ اسمه الكان حلقي. يعني انت اي مركب هتلاقي مضروب في 2 ومزود 2 ينفع يكون يا الكين يا الكان حلقي. طب سؤال مثلا، لو انا كاتب ده كده C2H4 ده ينفع يكون ايه؟ انا ضارب اهو، ضارب في 2 وسكت يبقى ده الكي، وينفع يكون الكان حلقة. بس هل ينفع اعمل حلقة بذرتين كربون؟ ازاي؟ ده انا هعملهم كده. فين الحلقة في كده؟ اقل حاجة 3، اقل حاجة 3. يبقى ده يكون ايه؟ يا الكين، مش هينفع بقى الكان حلقة، يعني هو الكين بس. اتفقنا. طب لو انا مثلا قلت لك يا دكتور، قلت لك مثلا وليكن C3H6 يا باشا، لا ده ضارب في 2 يبقى ده ايه؟ يبقى ده عادي يكون اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى ده الكين او الكان ايه؟ او الكان حلقي، او الكان ايه؟ او الكان حلقي يا دكتور. خلاص. طيب يبقى كده في مشكلة في التصنيف؟ ان شاء الله ما يكونش في اي مشكلة في تصنيف المركبات العضوية. تمام. طيب بعد كده عايزين ناخد اساس بس للتسمية، بس احنا هنكمله المحاضرة الجاية ان شاء الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا دكتور، احنا عندنا عائلات، يعني احنا قلنا احنا هناخد ايه في العضوية؟ عائلات. اول ما هتشوف المركب انت لوحدك هتعرف عيلته ايه. فاحنا مثلا هنقول ان انا عندي عيلة اسمها الالكان.
الالكان عيله على فكره، ده هندخل على التسميه، بعد التسميه هشرح الايزومرات، ده الترتيب اللي انا همشي فيه، دول مواضيع اول درسين على بعض كده، بس ده الترتيب السليم للفهم. في عائله عندنا اسمها الكان، في عيله عندها اسمها الكين، في عيله اسمها الكاين. ماشي، انا عرفتك قوانينهم دلوقتي، القوانين العامه بتاعتهم. طيب، وفي عيله اسمها كحول، وفي عيله اسمها حمض. حمض احماض يعني، خلاص احماض، بس احماض عضويه، لان انت عارف الاحماض المعدنيه اللي هي ال HCl وال H2SO4 والليله دي. طيب بص يا دكتور، هتعرف منين الالكان؟ الالكان هتلاقي ان هو كله روابط سجن، هتلاقي كله يعني ايه، ما عندوش حاجه اسمها مجموعه وظيفيه، كله روابط، كله روابط ايه، روابط سجن. ده بالنسبه للالكان. طيب، طب الالكين، هتلاقي دي اللي بتميزه الرابطة الثنائية. طب الالكاين الرابطة الثلاثية. طب الكحول هتلاقي مركب ماسك في OH. يبقى ده بالنسبة للايه، للالكين وللكحول. هتعرف منين الكحول؟ زي حاجة فيها OH. طب الحمض مركب ماسك في COOH. حلو، مثال CH4 اهو، ده ايه، ده الكان. طب عملت لك انا المركب ده كده، يبقى ده ايه يا دكتور، ده الكين. طب عملت لك انا مركب كده، يبقى ده ايه يا دكتور، عرفت؟ بص اهي دي اللي بتميز الالكاين، دي المجموعه الوظيفيه بتاعته. يعني ايه مجموعه وظيفيه؟ دي حاجه بتبقى في المركب بتديله خصائص كيميائيه. يعني ايه خصائص كيميائيه؟ يعني تفاعلات. او خصائص فيزيائيه. يعني ايه خصائص فيزيائيه؟ يعني هتكلم على الغليان والانصهار والليله دي كلها. طيب، فتلاقي الكحول الحاجه اللي بتميزه ال OH، هتلاقي الحمض اللي بيميزه ال COH، فدي اسمها مجموعه كربوكسيل جروب. خلاص، دي اسمها مجموعة كربوكسيل، انما دي OH بس كحولية. خلاص، تمام. تعال ناخد مثال، هكتب شوية مركبات وانت قول لي ده الكان، الكين، الكاين ولا كحول، ده المطلوب. مثلا كاتب انا CH4. طب ممكن تعرفه من الصيغة على فكرة. انت فاكر ان انا قلت لك صيغة الكحول ايه؟ صيغة الكحول قلت لك الألكان كان صيغته لو هنمشي من الأول CN، ألكان CnH2n زائد 2، ده ألكان. طب الألكين قلت لك CnH2n. خلاص. طب الألكاين قلت لك CnH2n ناقص 2. مالكش دعوة دلوقتي بالكحولات، احنا قلنا كحول على فكرة ألكان وفي O عادي اهو، ماشي، ألكان وفي O CnH2n زائد 2، ده الألكان اهو، وزود عليه O. خلاص، يبقى ده الايه، الألكان. ماشي. طيب، فمثلا ده ايه، ده الكان على طول كده. طب مثلا لو انا غيرت وخليت ان هو C2H4، ده ايه، لا ده الكين. طب ينفع يبقى الكان حلقي؟ لا ما ينفعش، لان ده كربونتين اتنين. طب لو انا قلت لك مثلا C2H2، يبقى ده ايه، ده الكاين. اتفقنا؟ ده كده ايه، لا ده يخش في عيله الالكاين. طب انا مثلا كتبت لك مركب كده CH3OH، ده من عيله ايه يا دكتور؟ انا عايزك تقول لي من عيله ايه، ده كحول وخلاص. ماشي، ده اللي ليك. طب قلت لك مثلا CH3 COOH، ده من عيلة الايه، ده من عيلة الاحماض، الحمض. طب انت فاكر لو انا قلت لك مركب زي ده كده O C2H5 وهنا فيها C2H5، انت ما يشغلكش، انت شايف الاو، فاكر الاو دي بتاعت الايه، الايثير، ما تنساش بقى. خلاص، ده من عيله اسمها الايثيرات. ماشي، ده من عيله اسمها الاحماض، ده من عيله اسمها الكحولات، ده من عيله اسمها الالكاين، ده من عيله اسمها الالكين، ده من عيله اسمها الالكان. كل عيله من دولت ليها تفاعلات معينه وظروف معينه للتفاعل والخواص الفيزيائيه بتاعتها. اتفقنا؟ كل ده اساس يا جماعه، كل ده تاسيس ليك. ماشي. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى، ازاي هتسمي اي مركب؟ بص، لو انت لقيت عدد الكربونات، انت هتعد الكربونات في اي مركب، اي حاجه هتشوفها هتعد عدد الكربونات فيه. فمثلا لو انت يبقى احنا مثلا ايه، قلنا التقسيمه عندك الاول، بس احنا عايزين نحفظ الكربونات. بص، احنا عندنا من 1 ل10، الترقيم هيمشي من 1 ل10. انت اقصى حاجه هتسميها فيها 10 كربونات، والعشرة حتى ما بتجيش كتير، بس ماشي. يبقى انت عايز تعرف ال10 كربونات هيتسموا ازاي. بص، لو انت لقيت المركب من كربونه واحده، هيبقى الاسم بتاعه فيه كلمة مث، يبقى أوله مث ايه بقى، هنبقى نكمل مثلا ميثان، هنبقى نقول بقى بعد كده ممكن يبقى ايه. المهم ان بداية الاسم لو لقيت فيه كربونة واحدة مث، ايه التكملة هنفهم بعدين. طب لو لقيت فيه 2 يبقى اسمها اث، يبقى اس. خلاص، 3 بروب، ايه التكملة هنبقى نقول بقى 4 بيوت. خلاص، يبقى دول لازم تكون عارفهم.
يبقى 1 مس، 2 اس، 3 بروب، 4 بيوت، 5 بنت. بنت 5. عايزك تحفظ لي دول دلوقتي. ها، يبقى مس اس بروب بيوت بنت. ها، مع بعض كده احفظهم خطوه واحده كده. مس اس بروب بيوت بنت. ها، مس اس بروب بيوت بنت. خلاص. طيب 6 هكس ايه بقى؟ قلنا هنفهم بعدين، ما تستعجلش. طب 7 هبت. خلاص. طب انت لو لقيت ان هو 8 ذرات كربون، يبقى انت هتقول على المركب اسمه اوكت يا جماعه، سهله خالص. اوكت بسيطه جدا والله. يبقى احنا ايه؟ لو هو 8 يبقى اسمه ايه؟ اوكت. صعبه ولا اي حاجه. طب انت لو لقيت مثلا يا باشا ان المركب ده 9، يبقى اسمه نون يا جماعه. الامازون زي امازون كده، نون. طب 10 ديك. خلاص. ما احنا عشان بقى هنكمل يعني، كل دول انا سايب زي تكمله كده. يبقى تاني هسألك بقى سؤال واقول لك انا. يبقى انت الاول بس نراجع عليه. مس اس بروب بيوت بنت. مس اس بروب بيوت بنت. او لو في ذره كربون واحده مس، 2 اس، 3 بروب، 4 بيوت، 5 بنت هكس. هبت. 7 هبت. طب من اول 6 تاني. 6 هكس. 7 لا، 7 تقول على طول ان هو هبت. طب 8 اوكت. 9 نون. 10 ديك. صعبة ولا أي حاجة إن شاء الله. طيب تمام. طيب هكتب شوية مركبات وأنت تقول لي بداية التسمية هتكون إيه. بس ده اللي مطلوب منك حاليا. طيب ماشي. بص بقى. بص، احنا مش هناخد التسمية كلها النهاردة، هناخد حاجة بسيطة بس، هنمشي خطوة خطوة جاية. التسمية بإذن الله هتكون خلصانة معاك من المحاضرة اللي بعد دي. ماشي، لكن مش من دي. بس دي هتكون اديتك البداية. ماشي، انا عايزك الاول دول يتسموا زي اسمك ده في كل الدروس. احنا بنتكلم في العضوية بالاسامي. فانت هتقعد بقى تلاقيني بقول لك بنتان، نونان، بنتين. انا عارف ان انت مش فاهم انا بقول ايه دلوقتي، بس المهم ان انا اقول كلمة بنت انت فاهم ان البتاع اللي عندك فيه 5 كربونات. اقول هيكس مالكش دعوه، هيكسان، هيكسين، هيكسانول، اي حاجه. ان المركب اللي عندك فيه 6 ذرات كربون ايا يكن هو من انهي عيله. هتبقى تفهم بعدين الحته دي. تمام. طيب ده مثلا لو انا بقول CH4 يبقى ده اسمه ايه؟ ميث. طب سؤال، ده الكان ولا ده ايه؟ ده انت ضارب في 2 ومزود 2، يبقى ده الكان، يبقى اسمه ميثان. صعبه كده ولا اي حاجه. طب افرض كان الكين، المفروض كان يبقى ميثين، بس ده ما ينفعش يبقى الكين. ليه؟ لان هيجيب دبل بوند ازاي؟ فالالكين بيبدا من اول 2 دبل بوند كده. فتلاقي ان ده اسمه، ده كام كربونه؟ 2، يبقى اسمه اث. طب ده الكان ولا الكين ولا الكين؟ الكين، يبقى اسمه ايثين. بص انت بتمشي على نفس الوزن. خلاص. تعالى ناخد كام مثال كده. بص يا دكتور. اللهم صل على سيدنا محمد. ناخد خلينا دلوقتي في الالكان والالكين والالكاين مع بعض. يبقى احنا عندنا كذا حاجه. عندك انت. عندنا كذا حاجه. عندنا الكان وعندنا الكين وعندنا الكاين. صح. طيب لو انا كاتب مثلا CH4 هيبقى اسمه ميثان. بس هل الالكين اللي فيه دبل بوند هل هنا موجود؟ مفيش. مش هينفع من كربونه واحده. طب الالكاين اللي فيه تريبل بوند مش هينفع، لان مش هينفع من كربونه واحده برضه. طيب تعال نكمل. لو انا قلت لك مثلا هنا C2 اتش كام؟ اتش 6 ضارب في 2 ومزود 2، يبقى هنا هضرب في 2 بس C2 اتش 4. طب هنا هضرب في 2 واطرح 2 يبقى C2 اتش، هضرب في 2 يبقى اتش 4 واطرح 2 يبقى اتش 2. طب حلو. كام كربونه؟ 2. كام كربونه؟ 2. كام كربونه؟ 2. يبقى اسم اف. يبقى الاسم اث. طب هنا هيبقى اسمه ايثان. ليه؟ لانه الكان بتضيف المقطع ان. ماشي. طيب اما ده لا، ده يبقى احنا قلنا كله اث. خلاص اث. طيب الفكره في التكمله. طب ده الكين يبقى التكمله هتضيف عليه يه ونو يبقى ايثين. طب ده ايثاين عشان هو الكاين. صعبه ولا اي حاجه اقسم بالله. طيب غيرها انا معاك للاخر. طيب لو انا كتبت ده C3 تعرف تقول لي اتش كام؟ ها، اضرب في 2 وزود 2 يبقى اتش 8. طب ده C3 اتش كام؟ اتش 6. طب ده C3 اتش كام يا دكتور؟ 4. حلو. طيب واحدة. كام كربونة؟ 3. كام كربونة؟ 3. كام كربونة؟ 3. مس اس بروب، يبقى 3 اسمها ايه؟ بروب، فتكتب لي كلمة بروب. يبقى الفكرة في ايه؟ في التكملة. هنقول دلوقتي يبقى بروب. يبقى ده ايه؟ بروب. صعبة دي ولا أي حاجة. هتكمل بقى. الكان يبقى ألف ونو، يبقى ده ألف ونو يبقى بروبان، بروبين، بروباي،
صعبة. الكان الكين الكاين ما هو مفيش ميثان بقى، ايثان ايثين ايثاين، بروبان بروبين بروباين، هكسان هكسين هكساين، هكس يعني كام كربونة؟ سي 6. طب انت بقى لوحدك اعمل لي دول. السي 4 اتش 10، اتش 10 سميه السي 4، اتش 8 سميه السي 4، اتش اللهم صل على سيدنا محمد. اضرب في 2 واطرح 2 يبقى اتش ايه 6. ماشي، هتسمي لي كل واحد. طيب يبقى ده اسمه ايه 4، يبقى ده بيوتان، بيوت ونصبر، وده بيوت، الفكرة في التكملة، وده بيوت برضه، الفكرة في التكملة معانا. طيب التكملة ايه يا دكتور بتاعتك؟ يبقى بيوتان بيوتين بيوتاين، يبقى بيوتان بيوتين بيوتاين. خلصت؟ بس صعبة يا جدعان ولا أي حاجة، اي بي سي تسمية. وتكمل بقى بنتان بنتين بنتاين، هكسان هكسين هكساين، هبتان هبتين هبتاين، أوكتان أوكتين أوكتاين، نونان نونين نوناين، ديكان ديكين ديكاين. مطلوب منك تكتب الباقي لحد السي كام، لحد السي 10. لازم صدقني تكتبه. يعني انا عارف ان انت دلوقتي ان شاء الله تكون فاهم لحد السي 10 كل ده. خلاص. عشان تكون ثبتت الاسامي وعرفت الاسامي، عشان ده اساس عندنا في العضويه ان شاء الله. تمام تمام. ان شاء الله ما يكونش لحد دلوقتي في اي مشكله. طيب طيب بص يا دكتور. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ممكن يسألك سؤال ويقول لك حاجة، يقول لك بص الكان، يقول لك عندك مركب، عندك مركب مجهول بقى، مجهول، ما انت ما تعرفش ايه هو، بس يقول لك ان هو هيدروكربون الاول. يعني في ايه؟ انت استفدت ايه لحد دلوقتي؟ ان هو فيه هيدروجين وكربون. حلو. ويقول لك ان هو مشبع، انت كده استفدت حاجة، ان هو الكان وش. يبقى ده اللي انا فهمته ان ده الكان. يقول لك ايه مثلا كتلته مثلا، كتلته المولية أكيد قصده كده، يعني لما بيقول كده مثلا 72 جرام على المول. السؤال ده يجي بشكلين، يديك الكتلة أو يديك العدد. يقول لك مثلا عدد ذراته، ده شكل تاني ليه، عدد ذراته. يقول لك مثلا كام ذرة، يقول لك 17 ذرة توتال. يعني السيهات والاتشات لما نجمعها يديك 17. انت لو جربت ممكن تجيب الأركان ايه هو. يعني مثلا ايه، يعني مثلا بص ده مثلا لو احنا جربنا السي 4 دول كام 14، لا يبقى اكيد مش السي 4. ممكن مثلا يكون ايه سي 5. طيب ده مثلا ايه لو جربنا ان هو سي 5 هيبقى سي 5 اتش، ما هو الكان اضرب في 2 وزود 2 12، يبقى 12 و5 17. تصدق قصده هو السي 5. طيب هل بقى رياضيا او ليها حساب؟ ليها طريقه. انا هقول لك بقى الطريقه اللي هي ايه. سي 5 اتش 12 دي انت جبتها فهلوه، لا احنا هنحلها بطريقه عشان ايه لو غير الكربونات او بتاع خلى رقم كبير نعرف نجيبه. تمام. طيب بص بقى، طالما قال الكان اكتب قانون الالكان ايه هو. السي ان اتش 2 ان زائد 2، ده المطلوب بس. هنا الراجل شغال كتل، هنا شغال عدد. يوم ما يشتغل كتل اشتغل انت كتل، يوم ما يشتغل عدد اشتغل انت عدد. ازاي؟ ما انتش فاهمني، هقول لك انا دلوقتي، هقول لك ما تستعجلش. بص الكتل السي دي كتلتها بكام 12، فانا ينفع اقول 12 ان صح، زائد الاتش كتلة الاتش بكام بواحد، يبقى واحد في 2 ان، يبقى 2 ان زائد 2 بيساوي الرقم اللي بيقول عليه اللي هو 72. تحل المعادلة دي يبقى انت هتقول 72 ناقص الاتنين بيساوي 14 ان. شوف ده يطلع كام 70، واقسم 70 على 14 هتلاقي طلعت سي 5. ما انت كده جبت الان بخمسة، اضرب في 2 وزود 2 يبقى اتش كام، يبقى اتش 12. بس احنا كده جبناه. طب لو اشتغل هنا عدد اشتغل على السي بعد، فتقول ان وتسكت، واحد ان يبقى ان لو هو شغال عدد، زائد 2 ان زائد 2 بيساوي الرقم اللي قبله 17، وتطلع ان هتطرح هتقول 17 ناقص 2 يديك 15 بيساوي 3 ان. هتقسم على 3 وتقسم ده على 3، دي هتروح مع دي 15 على 3 هتلاقي فيها الايه الخمسة، يبقى سي 5 اتش 12 طلعت برضك معانا. خلاص. مثال غيرها، مثال غيرها، عشان دي الحاجات دي هي اللي تثبت لك الايه المفاهيم الامثله والحل يا جدعان. طيب انت حاول توقف الفيديو لما اكتب المساله وحلها. هقول لك مثلا الكين اهو، او ممكن اقول هيدروكربون غير مشبع بس مش هيبان لان ممكن يبقى الكين او ممكن يبقى الكاين. لا هقول لك الكين يا عم، واقول لك ان هو كتلته كام كتلته 70 جرام على المول، 70 جرام على المول لكل مول. واقول لك عدد ذراته مثلا كام
15 ذرة. هي ممكن تيجي بالتجربة بالفهلوة، بس احنا عايزين نحلها بقوانين، دي الطريقة الصح للتعلم. انا بقول لك اهو. ماشي ماشي، فاحنا هنحلها بالطريقة الصح بالخطوات يعني قصدي. ماشي طيب تعال نحلها. ان لو هي يا باشا ايه يا ابني، يا باشا الراجل قايل الكين، اكتب قانون الالكين على طول. ايه هو القانون؟ سي ان اتش 2 ان. شغال ايه؟ كتل، هشتغل معاك كتل. السي بكام؟ ب 12، يبقى 12 ان زائد اتش، احنا قلنا اتش 2 ان، خلاص يبقى 2 ان بيساوي الرقم اللي قايله 70. يبقى هنقسم على طول، يبقى 14 ان بيساوي 70. اقسم على 14، اقسم على 14، هتلاقيها طلعت الان برضك بخمسة. يبقى طالما السي 5 عوض بقى في دي، يبقى سي 5 اتش اضربها في 2 يبقى اتش ايه 10. بس كده. طب عدد ذراته 15. اكتب القانون يا باشا، سي ان اتش 2 ان، ولكن هنشتغل عدد، فاقول مثلا ان يبقى زائد 2 ان بيساوي الرقم اللي قايله 15 ذره. 15 ذره، يبقى انا عندي ال 3 ان بيساوي كام؟ 15. خلاص يبقى احنا ممكن نقسم على التلاتة هنا، على التلاتة هنا، على التلاتة دي هتروح. ال n كده هتساوي كام؟ 5. وتعوض في القانون هتلاقيها طلعت سي 5 اتش 10. صعبة؟ صعب ولا أي حاجة. بص أنت عارف، أنت لو جربت تحسب الكتلة هتلاقيها طلعت معاك هنا 70. إزاي؟ اضرب 12 في 5، خلاص هتلاقيها ب60، زائد ال اتش بواحد في 10 ب10، يبقى اللي هتطلع فعلا 70. احنا دي طريقة لتأكد الحل. خلاص أنا كده اتأكدت إن أنا إيه ماشي صح. فده بالنسبة للألكين. هديك مثال كمان عشان تطبق أكتر. بقول لك مثلا ايه؟ الكاين. الكاين ويقول لك كتلته، كتلته كام يا دكتور؟ كتلته 68 جرام على المول. 68 جرام على المول. وعدد ذراته، عدد ذراته، هو السؤال بيجي جزء واحد، يا يديك يا يسأل في ده او يسأل في ده، بس احنا بنقول الاتنين يعني 13 ذرة. ده بقى ايه؟ انت اللي تحلها لوحدك. خلاص انا مش هحل انا دي. تمام تمام طيب. بعد كده هناخد تدريب في حاجة، ان انا عايزك تعرف لي السلسلة المستقيمة والتفرع، تفرق ما بين السلسلة المستقيمة والتفرع، ده اللي مطلوب حاليا. طيب يبقى احنا هكتب اي المركبات اللي انا هكتبها دي سلسلة مستقيمة، مستقيمة ولا فيها تفرع ولا متفرعة، ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. طيب انا هكتب بقى سيهات، مش هقعد انا ارسم الاتشات عشان ما نضيعش وقت. لو انا عملت دي كده، دي ايه يا دكتور؟ طبعا المفروض تبقى مليانه اتشات يعني، بس انا مش هرسمها عشان ما نضيعش وقت. دي تبقى ايه؟ مستقيمه. صعبه دي ولا اي حاجه؟ غيرها، غيرها. لو انا عملت لك كده، ديت مستقيمه ولا متفرعه؟ بص، مشي ايديك على عدد من الكربونات. لو حسيت ان ايديك ما عرفتش، يعني مثلا ده همشي ايدي مشيت على كله، لا يبقى مستقيم. طب مثلا ده مشي ايديك، هتمشي ايديك ازاي؟ هتمشيها كده، في واحده انت سبتها يبقى تفرع. هتمشي كده، في واحده انت سبتها يبقى تفرع. يبقى دي متفرعه. فهمت كده؟ بنعرف عشان الرسومات مش هتاخد بالك منها، لازم تمشي ايديك زي ما بقول. دي الطريقه الصح برضه. اتعلم صح الله يكرمك. خلاص لو انا مشيت كده مثلا، هم، مستقيمه ولا متفرعه؟ مستنيك تجاوبني. مشي ايديك بالقلم زي ما احنا قلنا، وما تخطفش الاجابه. مشي ايديك، اه مشي ايديك على الكربونات، اه مفيش غير كده. مستقيمه يا باشا، ايديا مشيت ما وقفتش، يبقى دي مستقيمه. هتلاقي حد قال ان هي متفرعه، انا عارف، انا عارف الغلطات دي. طيب لو انا مثلا عملتها لك كده، دي كده ايه؟ سلسله مستقيمه ولا متفرعه؟ لو قلت متفرعه هرمي نفسي، هرمي نفسي يا جدع. يا ابني ما دي هي دي، ما هي حبيب قلبي، ما هي انا قلبت المركب بس، ما هي هو دي كده ودي كده، هي حرف ايه ده؟ دي زاويه، ما علينا ما علينا. يبقى دي سلسله برضك مستقيمه. مثال غيرها طيب. لو انا مثلا عملت لك اللهم صل على سيدنا محمد، عملت لك مثلا كده. طيب دي كده مستقيمة ولا متفرعة؟ مشي ايديك. هتمشي ايديك ازاي؟ مشي ايديك كده، ده في تفرع وده في تفرع. اي ناحية هتلاقي في تفرع. ممكن تمشي كده برضه، هتلاقي في تفرع اهو، في تفرع اهو. خلاص يبقى دي كده سلسلة متفرعة. طيب ان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة. تمام طيب، عايزك بقى تفرق لي ما بين الحلقة. هل الحلقة دي فيها تفرع ولا حلقة عادية؟ لو انا عملت كده، الحلقة دي هل فيها تفرع؟ لا ما فيهاش تفرع، يبقى حلقة عادية من غير تفرع. طب لو انا عملتها لك كده وحطيت لك هنا سي اتش 3، لا يبقى دي اسمها حلقة متفرعة. فاكر الجزء ده اسمه ايه؟ الكان حلقي. ده اسمه ايه؟ الكان حلقي. الصيغة بتاعته سي ان اتش 2 ان. فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة يا دكتور، ان شاء الله كل ده ما يكونش فيه مشكلة. يبقى ده ايه؟ الكان حلقي. والقانون ده بيطبق على الالكين برضه، بس احنا دلوقتي اللي انا رسمه ده الكان حلقي.
ماشي ماشي يا دكتور. طيب لو انا رسمت كربونه كده، كربونه كده، كربونه كده، هنا فيها سي ال، هنا فيها كربون. ها، قول لي دي سلسله مستقيمه ولا متفرعه؟ ها، شايفك بتقول متفرعه يا ابني، ارمي نفسي دي يا ابني مستقيم، انا مالي ومالي السي ال، ماليش دعوه بده. سوري سوري، معلش معلش يا جماعه، ديت هي سلسله مستقيمه دي، بس هنا فيها تفرع، لا يبقى انا كده عندي تفرع. امال ايه اللي انا مش بعتبره تفرع؟ الاتشات. يعني ده كده، ده كده تفرع معاك، ده كده سليم عادي، ده تفرع. اللي انت مش بتعتبره تفرع الاتش، لكن اي حاجه غيرها تفرع. ماشي. يعني مثلا لو انا حطيت هنا فعلا سي ال، لا هتبقى ايه؟ متفرعه. ماشي تمام. يبقى ده يعتبر عندي تفرع، والتفرعات بتعمل عليها دوائر. اتفقنا اتفقنا. طيب لو انا عملت كده، ها دي كده مستقيمة ولا متفرعة؟ أي ناحية، لو أنت مشيت مثلا كده هيبقى في تفرع كده، أو لو أنت مشيت حتى كده هيبقى في تفرع هنا وفي تفرع هنا، فدي سلسلة برضك متفرعة. تمام. طيب هنكتفي بالجزء ده، والمرة الجاية إن شاء الله هنكمل بقية التسمية، والدرس التاني كله هنخلصه إن شاء الله. ماشي، فده جزء بسيط نكتفي بيه النهاردة.